عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم إن شاء الله باش نشارك معكم وصفة الكنافة بالفاكهة والكريمة، وصفة بنينة وسهلة وتستاهل باش نجربوها. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة. أول خطوة بديت بها باش نعمل السحور. حطيت كاس سكر 280 جرام، بنفس الكاس متاع السكر حطيت كاس ماء، ضفت لهم مغرفة كبيرة عصير ليمون، حطيتهم يطيبوا على نار ضعيفة. وقت اللي بدا يغلي حطيت عليه مغرفة كبيرة ماء العطرشية. خذيت مغرفة باش تستي بها السحور متاعي. السحور لازم يكون ثقيل شوية كيما نراو فيه على المغرفة، بطبيعته وقت اللي يبرد يزيد يعقد شوية. هوني عندي كنافة عندي 450، خذيت منها 300 جرام فقط. قصيتها بالطريقة هذه بالسكينة، لازم السكينة تكون ماضية باش تتقص معكم بسهولة، وإلا تنجموا ترحيوها تكون أسهل. كملت قصيت الكمية الكل. من بعد حطيت مغرفتين سكر محور، غربلتهم في الصفاية باش تحلك الكعابر اللي فيه. خلطت المكونات الكل في بعضهم، دخلت السكر المحور الكل في الكنافة. هوني سخنت 80 جرام زبدة، ضفت لها مغرفة سمن، حطيتها على الكنافة وبديت ندخل في الزبدة والسمن في الكنافة. لازم الكنافة كلها تتبل بالزبدة. للكريمة حطيت 300 مليلتر حليب، حطيت 40 جرام كريم باتيسير بنكهة الفاني، زدت لهم 3 مغارف سكر، حركت كل شي على البارد. من بعد حطيتهم على نار متوسطة وبديت نحرك حتى لين عقدت معايا الكريمة. طفيت عليها وزدتها مغرفة صغيرة زبدة باش تعطيني قوام كريمي. خذيت الطبق هذا متاع تشيز كيك، حطيت في وسطه بابي كويسون. من بعد بديت نحط في الكنافة ونرص عليها بالطريقة هذه بالمغرفة. لازم الكنافة تكون معبية على جناب باش ما تخليش الكريمة تخرج، لازم الجناب يكونوا مسكرين. توا ناخذ الكريمة متاعي ونبدأ نصب فيها في الوسط بالضبط بالطريقة هذه. قصيت جبن موزاريلا رونديليت بالطريقة هذه وحطيتهم في وسط الكريمة. كي نحطوا الكريمة متاعنا والجبن نحاولوا تكون بعيدة على جناب باش الكريمة ما تخرجش على برا وتقعد محصورة في الوسط. بعد ما عبيت الكريمة متاعي باش نحط الطبقة الأخرانية متاع الكنافة، نحاول هكا نطبطب عليها بشوية بالمغرفة باش ما تخرجليش الكريمة على برا. وهكا نكون كملت الطبقة الأخرانية متاع الكنافة. ندخلها للفور على درجة حرارة 180، خليتها 30 دقيقة في الفور وخرجتها. أول ما خرجتها من الفور بديت نصبلها في الشحور وهو بارد. بعد ما تكملوا تشحروها ننصحكم باش تخليوها ترتاح شوية ومن بعد تقصوها باش ما تتفتفتش. وهذه هي النتيجة. نجم تزينها بأي فاكهة موجودة عندك. أنا رشيت عليها لوز وبيستاش. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. نخليكم على خير ونقولكم باي باي.